مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كبد وقوانص، وانسي اي طريقه عملت بيها كبد وقوانص قبل كده. هنا غسلت القوانص ونقعتها كويس جدا، بحط لها 3 معالق من الزيت. مش هنحط سمنه خالص دلوقتي. هفضل اقلب فيهم على البوتاجاز لحد ما ياخدوا لون اصفر ويتشوحوا. واحنا بنشوحها هننزل بحبه من الفلفل الاسمر. كده حوالي 10 دقايق بقلب فيها. هنزل ببصله كبيره، ده نص كيلو من القوانص ومعانا نص كيلو من الكبده. هنا اول ما البصله تدبل هنزل بنص كوبايه من الميه علشان نسوي القوانص. هنا خلاص استوت. هبتدي احط بقى الكبده. بسم الله. هحط فلفل اسمر، 7 بهارات، ربع معلقه. ده نص كبده ونص قوانص، يعني كيلو كبد وقوانص. حته صغيره من الهريس. هنشوح الكبده، ما بتاخدش 4 دقايق على النار. هحط لها معلقه من الزبده البلدي. هننزل عليهم بحبه من الفلفل اللي احنا خزناه مع بعض، حوالي نص كوبايه. هنا واخر حاجه هحطها حبه من الملح وفلفلايه خضراء، وهقلبهم واطفي عليهم. النهارده عاملين كبد وقوانص، عاملاها بالبصل والفلفل، وجنبها بواقي الكشري بتاعت امبارح. طبعا مش عايزه اقول لكم الكشري بتاع امبارح جميل جدا. طبعا مفيش بصل ومفيش حاجات كتير ومفيش دقه، بس قلبت المكرونه في صلصه وحطيت من فوق بواقي العدس برز، وجميل برده. اتفضلوا اتغدوا معانا. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك، وفعلوا الجرس على قناه سفرة نفت على اليوتيوب بعد اذنكم. باي باي.